السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة. هنعمل مع بعض النهاردة الفسيخ بتاع شم النسيم بطريقة سهلة وبسيطة، وهنتكلم مع بعض كده في شوية حاجات اللي تخليه ينجح معاكي وتعمليه كمان احسن من المحلات، يعني بنظافة اوفر بكتير لما يوصل سعره ل 400 جنيه بره و350 و380 بره. لا يعني انا اجيب جايبين البوري قبل طبعا المقاطعه بتاعت السمك والحاجات دي ب150 جنيه، واعمل كيلو ونص ب200 و225. يعني هو كان سعره 150 جنيه، يبقى كيلو ونص 225. يبقى انا كده وفرت كتير كتير جدا جدا، وبنظافه وانت غسلاه وعاملاه وضمناه انك انت اللي عاملاه بايدك، وان شاء الله يطلع زي الفل وتعمليه كمان احسن مني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منوريني ومشرفيني، وعايزة أقولك لو أول مرة بتشوفي القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني إن أنا أكمل. وأنا بفرح جدا 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 بتعليقاتكم لما بتشجعوني كده وبتقولوا لي استمري وكملي، حتى لما بقعد أتناقش معاكم كده وبقول لكم إن أنا جالي إحباط وخلاص والحمد لله على كده وبتاع، تقولي لا كملي وان شاء الله ربنا هيكرمك. جزاكم الله كل الخير عني عن كل كلمة حلوة بتكتبوها، ولكم بالمثل وبزيادة. هنطلع مع بعض بقى الفسيخ بتاعنا ده. انا هجيبه لكم كده في المقطع في الاول، وطبعا برضو هقول لكم هنحفظه ازاي، لان انا في الحقيقه انا عملته فتحت عليه في الصيف ده اللي بعد 10 ايام. فانا كنت عاملاه بصراحه لشم النسيم، بس احنا يعني عملته بدري فكان لسه بدري، لو كنت سبته لغايه يوم شم النسيم كان هيحدق جدا. فانا قمت قايله لا انا هفتح عليه وهحفظه، وهوريكم بقى ان شاء الله في اخر الفيديو، بس كملوا معايا ازاي انا بحفظه، يعني ازاي انا بحتفظ بيه حتى لو انت مش عايزه تاكليه اول ما فتحتيه، عشان خاطر يوقف حدقه وما يحدقش معاكي بالزياده. لان في الصيف ده ان هو يبقى حادق او يبقى مثلا عادب او ملحه قليل او كده من طول المده، ملوش دعوه بكميه الملح اللي انت بتحطيها خالص. هو بطول المده، قعدتي اسبوع مش زي 10 ايام، مش زي 15 يوم، مش زي 20 يوم. كل ما طولتي عليه المده كل ما حدق معاكي وبقى حادق، وطبعا ده مش صح ومش صحي بالمره. زي ما انتم شايفين كده انا بطلعه كده، زي ما انتم شايفين السمكه طريه جدا جدا ولونها فضي ونظيفه جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم والله يعني دي من احلى المرات اللي عملت فيه الفسيخ. نوع السمكه بيختلف في حاجات كتير قوي بتختلف كل مره هتعمليه. يعني انا اول مره عملت فيه الفسيخ مش زي تاني مره، مش زي تالت مره. كل ما ايدك تاخد على الحاجه في اي حاجه بقى، كل ما ايدك هتاخد على الحاجه ما تخافيش، اتجرئي واشتغلي واعملي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى وندخل على الفيديو بتاعنا. انا خدت البوري بتاعنا ده، مسكته على الحوض، غسلته كويس جدا، وحطيته في المصافي اللي انتوا شايفينها دي تصفي كل الدم اللي فيها. سبته حوالي عن 5 ساعات بالطريقه دي. صفى الميه اللي فيها وحطيت في مصفى، والمصفى دي تحتها طبق، وكنت كل شويه اشيل الميه اللي بتنزل من البوري ده واحط وارميها واحطها واغطي عليه واسيبها. بس انا كنت مغطيه عليها عشان ما فيش حاجه بقى ايه تقف عليه او حاجه زي ما انتم شايفين كده. خدت بقى كل الكلام ده نشفته بقى بمناديل حلو جدا جدا جدا، ونشفت طبعا الراس بتاعه وحشيتها بقى كده من المناديل بتاعه المطبخ دي. وفرشت، جبت بقى صينيه وفرشت عليها المشمع ده اللي هو المشمع العادي بتاع الاكل ده. واهم حاجه تعملي مساج كده للسمكه، تكسري العضمايه كده، تحاولوا بس ما تجوش يم بطنها نهائي، ما تجيش يم بطنها عشان بطنها ما تتفتحش معاكي، وده طبعا هيبوظ معاكي الفسيخ كله. لو واحده بس بطنها اتفتحت معاكي هتبوظ الفسيخ كله. خدت بقى كل الكلام ده وحطيته بصراحه تحت المروحه، يعني حطيته كده في الاوضه عندي على كرسي كده، وحطيته تحت المروحه وسبته. لما الفسيخه نشفت خالص سبته قد ايه، حوالي برضو عن 4 5 ساعات. يعني انا كنت بشتغل فيه من الظهر كده، وبدأت اشتغل فيه بالليل بعد الساعة 12 بالليل كمان. وجبت ورق رولي وحبهان وليمونة واحدة كده فتحتها نصين، وجبت بقى البوري بتاعي ده ومسكته بقى. ده ملح رشيدي، الملح الخشن. الملح الخشن حلو جدا جدا في التمليح، بالذات المخلل الفسيخ او اي مخلل تاني. هو الملح الخشن بيبقى كويس جدا جدا يعني بصراحة بالايه في التخليل عن الملح الناعم بكتير يعني. باخد بقى السمكية كده وبحشي راسها الاول، وبحط بقى جوه الخياشيم بتاعتها كده لغايه ما تتملي.
لغايه ما تتملي من السمك ده، من الملح اقصد، على الكركم، على الشطه، معلقه كركم صغيره ومعلقه شطه كده بس كبيره يعني، عشان دي كلها مواد حافظه، هي مش هتشطشط السمك خالص، ولا الكركم هيديله لون ولا اي حاجه. وجبت حوالي كده على نص كوبايه من الزيت، حط رشاش بحط بقى على ايه، على وش السمكه كده، تخلي السمكه معاكي بقى زي الزبده، رغم ان السمكه سمينه وكل حاجه، بس شويه الزيت دولت بقى بيطري السمكه وبيخلي بيعزل برضو عنها الهواء. احنا هنقفلها كويس جدا جدا جدا، مش هيطولها اي هواء ولا حاجه، بس برضو الزيت هيخليها برضو ايه، يعني السمكه نفسها طريه. واحنا بقى اهم حاجه زي ما قلت لكم كده المساج بتاعها ده، ونبدا بقى نقفل فيها زي ما انتم شايفين كده. عملتها بالاسترتش الاول، ربطته حلو قوي، وحطيت كده في كيس تلاجة ولفيته برضو تاني، وكيس بقى جوه كيس، لمي بقى كل كاس البيت، كل كاس البيت بقى كيس جوه كيس. والله انا بصراحه ما عدتش، يعني ما عدتش كميه الاكياس اللي انا عملتها، بس انا يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا كل كيس احطه في عشان اطلع منه الهواء، كل كيس احطه عشان اطلع منه الهواء، واربطه زي ما انتم شايفين كده. طريقته سهله وبسيطه، بس هي عايزه شويه بس إيه حاجات تعرفيها عن الفسيخ، وانت هتعمليه في البيت احسن من 1000 مره اما تشتريه. وزي ما قلت لكم في الاول هتوفري كتير جدا جدا جدا. جبت بقى حطيته في قلب العلبه، والعلبه دي بتتقفل من الجنبين زي ما انتم شايفين. استعنت بقى بصديق ابني بقى طبعا معايا، خليته بقى ايه يشد معايا الرول كده بتاع الاسترتش، لان بصراحه كان في اخره وكان معقد مني وعذبني يعني. قلت له تعالى بقى كده ايه، حاول تساعدني فيه. قال لي ماشي، وقعد بقى ايه، قعدنا بقى نربطه زي ما انتم شايفين كده، هو يمسك وانا الف في العلبه زي ما انتم شايفين كده اهو. قعدت لفيت بقى كذا مره كذا مره كذا مره، وزي ما انتوا هتشوفوا بقى دلوقتي، وانا بحاول ان انا بفهمكم ازاي ان انا بقلبه كل يوم، كل يومين بقلبه بقى، مره على الناحيه دي ومره على الناحيه دي ومره على الناحيه دي. الكيسه جوه العلبه بتتحرك، يخليه بقى ما ينشفش. يعني هو انتوا عارفين ان هو بينزل ميه، الميه بقى ديت ما تبقاش تحت بس تخلي السمك اللي تحت طري واللي فوق ناشف، لا تعكسي كل يومين كده تقلبيه، كل يومين تقلبيه زي ما انتوا شايفين كده. السمك بتاعي طالع زي الفل زي الفضه زي ما انتوا شايفين اهو، حلو قوي وطري جدا جدا جدا. وان شاء الله في فيديو تاني هنفتحه مع بعض، وانا بحنا يوم ما بنيجي ناكله بقى باذن الله هفتحه معاكم، وهوريكم برضو السمك، وهوريكم اليوم بقى بتاعنا بيبقى ماشي ازاي وبناكل ايه جنبه. لان انا في عندي جزء كده ما بياكلش الفسيخ نهائي، وجزء بياكل رنجه، وعندي بنتي بقى الصغيره لا بتاكل ده ولا ده، يعني لا بتاكل لا فسيخ ولا رنجه، فبنجيب لها بقى تونه. زي ما انتم شايفين انا فتحته في قلب العلبه كده عشان بقى ما طلعش الكيس ويسيل بقى على الرخامه وكده. حاولت بقى افتح احنا بقى مش هناكله في اليوم ده، بس انا فتحته برضو عشان خاطر اوريهولكم واوريكم قد ايه تعرفي بقى السمكه اذا كانت استوت او لا من ديلها. يعني لو ديلها بقى لونه مغير تعرفي ان السمك ده باظ منك. فانتوا زي ما انتوا شايفين طالع معايا زي الفل اهو، باللون الوردي الحلو قوي ده. انا بقى هحفظه في الفريزر، انا لازم ادخله بقى الفريزر. انا فتحت عليه بعد 10 ايام بالظبط، عايزه بقى اوقف حدقه وما يحدقش اكتر من كده، حطيه في الفريزر على طول. لو انت هتاكليه تاني يوم حطيه في التلاجة، لو هيقعد مثلا 3 4 ايام لا حطيه في الفريزر، وقبل ما تيجي تاكليه بيوم طلعيه على بيض في التلاجة من تحت. حطيته كده في ورق اللي هو الورق الحواوشي ده زي ما انتم شايفين كده، بس كده. وهدخله بقى الفريزر، وقبل بقى ما اجي اطلعه بيوم، قبل ما ناكله بيوم هطلعه بقى في التلاجة من تحت. وده الفيديو بتاعي يا حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله.